يا صباح الورد والياسمين عليكم. النهاردة بقى هنعمل السويسرول القمر دوت ب7 معالق دقيق بس. هنعمل احلى سويسرول فانيليا وشوكولاتة. طبعا بص، كل المقادير معانا بالمعلقة. كل حاجة هنعملها بالمعلقة 7 معالق. طبعا وشايفين طبعا الشكل كان جميل جدا. عشان نروح نشتريها دلوقتي، شوفوا بنشتريها الواحدة بكام. لا، احنا هنعملها بأقل التكاليف، والطعم هيبقى احلى من بتاع بره بكتير. طبعا الشوكولاتة دي بصوا بقى كانت متمرمطة معايا مرمطة، وكانت مقطعة واتخرمت مني. بس الحمد لله رب العالمين، انا صلحت فيها كل حاجة وطلعتها جميلة جدا، وكان طعمها تحفة. زي ما انتم شايفين كده، بصوا الشكل. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك، وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويدوس على كلمة الكل عشان يوصله كل جديد. ب7 معالق بس هنعمل احلى صوص رول في الدنيا. طبعا بصوا، وتقدروا ان انتوا تركنوا العجينة بتاعت الصوص رول ديت في الفريزر. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا بالمعلقة ديت 7 معالق دقيق. هنعمل بالمعلقة ديت كل حاجة، هنعاير بيها كل حاجة. حطيت طبعا هنا معلقة الا ربع بيكنج باودر على ال7 معالق دقيق. تمام. بصوا بقى، هنحضر الخلاط بتاعنا وهنعمل فيه كل حاجة. ولا هتضربي بقى في ايه على ايدك. لو في مضرب كهربا تمام، مفيش مضرب كهربا وفي مضرب يدوي تمام، بس كله في الخلاط احسن. بصوا هنا بقى حطينا بيضتين في الخلاط، وهنحط عليهم رشة فانيليا. تمام. وهنحط هنا بقى معلقة خل. الخل يا جماعة ده اساسي، لان بيبقى محسن للكيك والمعجنات. هنا بقى 7 معالق زيت. تمام. زي ما انتم شايفين كده، كله بالمعلقة. والنتيجة كانت جميلة جدا على فكرة، وسهلة ومش محتاجة حاجة. وممكن تحتفظي يعني تعملي كذا واحدة سويس رول وتحتفظي بيه في الفريزر. تمام. هنا معانا 7 معالق برضو لبن. لازم تكون مقاديرك مظبوطة عشان يطلع معاكي النتيجة حلوة قوي. بصوا يا جماعة، انا ما كانش موجود عندي لبن، فعملت ايه؟ عملت لبن بودرة. تمام. وهنا 7 معالق سكر. وهنا بقى الدقيق 7 معالق. تمام. كل المكونات دي هنضربها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. كل حاجة حطيها في الخلاط وهتبقى معاكي النتيجة تحفة. لو وصلت لحد هنا ما تنسنيش في لايك. بصوا القوام بتاعها مظبوطة جدا. لو احتاجت منك لبن حطي معلقة واحدة بس. هنا معانا بقى الصينية بتاعتنا، وفرشنا فيها ورقة زبدة، ودهنا ورقة الزبدة ديت معلقة زيت بسيطة جدا. طبعا كده هنا هنفرد بقى السويسرول بتاعنا، وهنخبطه تخبطتين كده على المطبخ عشان يطلع اي تفقعات فيها. وهندخلها على درجة حرارة 180. مش هيقعد معانا في الفرن يا جماعة ازيد من 10 دقايق. بصوا بقى، هنبدأ بقى نعمل الشوكولاتة. طبعا انا ما غسلتش الخلاط لاني هعمل برضو فيه نفس المكونات اللي احنا حطيناها للفانيليا هنحطها للشوكولاتة. تمام. طبعا لو ناسين 7 معالق دقيق، 7 معالق سكر، 7 معالق زيت، معلقة خل، رشة فانيليا، بيضتين. بس هنا بقى في حاجة، الدقيق هنا ومعلقة الا ربع بيكنج باودر. الدقيق هنا معانا مش 7. طبعا هنا هنحط 5 معالق بس دقيق، وحطينا معلقتين كاكاو. معلش المقطع دوت فصل معايا. تمام. هيبقى الشوكولاتة 5 معالق دقيق
ومعلقتين كاكاو. لو حباه يبقى غامق اكتر عن اللي انا عاملاه يبقى 4 معالق دقيق و3 معالق كاكاو. وهنضرب برضو كل المكونات ديت في الخلاط. تمام كده. بصوا يعني ما شاء الله القوام معانا كويس جدا جدا ومش محتاج اي حاجة خالص. طبعا انا استنيت لما طلعت الفانيليا وعملت في نفس الصينية يا جماعة، بس كنت محضرة الخليط بتاع الشوكولاتة. بصوا بقى هنا في اللحظة دي طبعا مش هنسيب الكيكة الفانيليا تنشف معانا. بصوا طبعا هي سخنة جدا، وانا حابة ان انا اوريكم. بصوا السمك بتاعها قد ايه. انا بحاول ان انا اسلكها من تحت كده طبعا، وتبرميها وهي سخنة. ما تقلقيش، مش هتتقطع معاكي ومش هيحصل لها اي حاجة. هنا طبعا نزلنا الخليط بقى الشوكولاتة. بصوا هنا كانت الفانيليا بردت معانا، فايه وانا بفردها كده لو اتقطعت منك شوية كده ما تقلقيش يعني، وانتي بتلفي كده حافظي عليه. هنا معانا بقى كوباية كريم شانتيه وحطينا عليها دوت بقى اختياري. اللبن البودرة ده اختياري، بس انا حبيت ان انا احطه لاني بتبقى طعمها دسم كده، بتبقى جميلة جدا. اللبن البودرة دوت يا جماعة اختياري مش اساسي. حابة تحطيه حطيه، مش حابة تحطيه ما تحطوهوش. بس الكريمة كده طعمها غنية كده وحلوة قوي. بصوا بقى هنا كده ايه، خلصنا الكريم شانتيه بتاعنا. هنبدأ بقى نحشي الصوص رول بعد ما بارد طبعا، مش وهو سخن. بصوا هي اتقطعت مني من الجنب ومن النص، بس مش مشكلة. بصوا هصلحها وهخليها جميلة جدا. طبعا احشي الحشو اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت عايزاها. طبعا عندك مكسرات حطي برضو على الكريم شانتيه، ما عندكيش وحابة تحط اي حاجة تاني معاها حطي، بس انا بصراحة استكفيت بالكريم شانتيه. هتجيبوا بقى طبعا ورق الزبدة وهتلفوا معانا ايه الرول كده بتاع الصوص رول، وهنلف تاني بالورقة نلفها كويس، وهنحطها في ورقة تاني، ورقة زبدة تاني هنلفها كويس جدا. وبعد كده هنعمل ايه بقى؟ الخطوة دي لازم تعملوها، ان انتي بتحطيه في الفريزر بيقعد معاكي. يعني ممكن مثلا تسيبيه في الفريزر يوم كامل، ممكن تحتفظي بيه في الفريزر شهر، على حسب ما انتي ما عايزة. ازيد من شهر مش هيجراله اي حاجة خالص. طبعا هنا كان معانا كريم شانتيه فايض، حطينا عليه معلقة كاكاو عشان نحشي الشوكولاتة. بصوا بقى الشوكولاتة هتتقطع مني وهتتبهدل جدا جدا جدا، بس الحمد لله ظبطتها وكانت تحفة. وعجبني طعمها جدا قوي المقطعة المهربجة ديت عن الفانيليا. الفانيليا كانت جميلة، بس فعلا الشوكولاتة كانت طعمها روعة. بصوا بقى انا بقى ايه ببدأ ان انا احشيها. عندك شوكولاتة خام ابشري فوق الكريم شانتيه. بصوا بقى وانا بلف كده اللحظة دي كانت صعبة بالنسبة لي جدا، لانه بصوا اتقطعت زي ما انتم ما شايفين كده. بس الحمد لله مفيش حاجة صعبة بالنسبة لي، انا صلحتها وخليتها بقت جميلة. بصوا فكت ازاي، بس برضو هصلحها. هنجيب ورق الزبدة وهنلفها كده كويس وهنحطها في الفريزر. هنا احتفظنا بيها في الفريزر كان يوم كامل. بصوا هنا بعد ما طلعت حابة ان انا اوريها لكم. بصوا هي متمرمطة على الاخر بصراحة. وهنا بقى كان معانا شوكولاتة خام، حطينا معلقة لبن وسيحنا الشوكولاتة ديت في الميكروويف. تمام. هنا بقى بصوا اللحظة دي يعني عايزة بالراحة جدا عشان خاطر ما يفكش معانا. طبعا انا بدهن الوش كده شوكولاتة، غطي بقى ايه الوش كله بالشوكولاتة، لاني انا خايفة بصراحة يتفك مني. بس الحمد لله ما فكش مني لحد اخر قطعة قطعتها، كان الحمد لله كانت سليمة جدا. طبعا وانتوا بتعملوها بالراحة عشان خاطر وانتوا بتلفوه
ما يتقطعش منكو زي كده. انا كنت مستعجلة جدا فعشان كده يا جماعة قطع مني. وهنا كانت دي شوكولاتة بيضة بس مش عارفة لونها ليه غير كده. بس برضو هغطي برضو الوش. لو عندك بقى كريم شانتيه فوط، ممكن بقى ايه تجلسي الوش كله بالكريم شانتيه، وبعد كده ايه تحطي بقى كريز، تحطي مكسرات اللي انت عايزاه. بس انا ما كانش عندي كريم شانتيه، انا كان عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته خيم الغامقه دي. طبعا انا بعمل الخطوط دي عشان اديله اي شكل كده زي ما انتم شايفين. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم. وما تنسونيش بقى في لايك كده ودعوة حلوة كده من قلبكم. وشكرا لكل اللي بيتابعني، وشكرا لكل اللي بيعمل لي لايك. بحبكم كتير قوي 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 قوي. بصوا بقى هنا بقى اللحظة دي خلاص كده. طبعا هنقطع الجوانب بتاعهم، هنشيل الزوايد كده اللي في الجنب. وده كان احلى سويس رول معانا، وكان طعم تحفة. طبعا عندك كريز، اقسمي الكريزة نصين وزوقي كده ايه زي ما انا ما كنت بحط كده. حابة تحطي شوكولاتة حطي، حابة تحطي مكسرات حطي، اللي انت حباه اعمليه. طبعا زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ بقى ان انا هقطع بقى ايه معاكم عشان اوريكم هيتقطع معايا ازاي. لازم يا جماعة تحتفظوا بيه في الفريزر عشان خاطر يمسك معاكم ويطلع معاكم سليم كده زي ما انا ما عملته. طبعا هو مش مجمد دلوقتي، هو طبعا فك، وكان طعمه تحفة. ومفيش اسهل من كده ولا اوفر من كده. طبعا بنجيبه من بره غالي جدا، مفيش اوفر من كده. تنسونيش بقى في لايك ودعوة حلوة كده من قلبكم. طبعا المقاس اللي انت عايزاه اعمليه. انا حطيت صباعي الاتنين كده، بس بعد كده بيتقطع بقى تقطعات عادية يعني. بس الشوكولاتة دي انا كنت بقطعها بالراحة لاني كنت خايفة بصراحة منها جدا. بس الحمد لله طلعت جميلة. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم، وتنسونيش بقى في لايك قمر زيكم كده. وبحبكم كتير 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 كتير. ويا رب وصفة اليوم تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.